السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير. بناء على طلب بعض المتابعين رح أقدم لكم اليوم أكلة معروفة كتير بعدة بلدان عربية، وهي المكمون. هي أكلة نباتية وتصير كمان للناس اللي عم يعملوا الكيتو دايت. وصفة سهلة وسريعة الإعداد. خلينا نروح نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. لتحضير المكمون بنحتاج نص كيلو باذنجان أو 3 حبات باذنجان حجم كبير مغسولين ومقشرين خد وخد، 3 بصلات كبار مقطعين جوانح، 5 فصوص ثوم مفرومين، حبتين فليفلة خضرا مقطعين، ربع كاس زيت زيتون، زيت ذرة للقلي، 5 حبات بندورة مفرومين مكعبات، طبعا الملح حسب الرغبة، 3 معالق كبار معجون الطماطم، وبقدونس للتزيين. أول شي رح نقلي الباذنجان وما ننسى نقلبهم كل شوي. أنا حطيت زيت على النار وحميته، وهلأ بدي بلش حط الباذنجانات وقليهم على النار. لبين ما يستوي عندي الباذنجانات رح احط طنجرة على النار وحط فيها زيت زيتون، وبنحط البصل والثوم، بنضل نحركهم منيح لبين ما يتحول لونهم للون الأشقر. أنا هيك تحمروا عندي البصلات والثوم. رح أضيف البندورة المقطعة وقلب المكونات مع بعضهم. هلا رح أضيف معجون الطماطم والملح دائما حسب الرغبة، أنا هيك استوى عندي الباذنجانات، ما بدي حمصهم أكتر من هيك. رح صفيهم منيح من الزيت وبعدين نضيفهم على الصلصة اللي عملتها. أنا شلت نص كمية الصلصة حطيتها على طرف، هلا بدي أحط الباذنجانات بالنص، وضيف عليهم كمان الفلفلة الخضراء. هلا بدي أكمل بقية الباذنجانات. هلا بدي أضيف بقية الصلصة اللي عندي. بهالطريقة هي أنا بكمر الباذنجانات بالصلصة، واللي هيك سموها مكمور. هلا بضيف حوالي كاسة ونص مي أو لحتى ينغمر عندي المزيج. أول ما يغلي عندي المزيج هغطي الطنجرة وأتركها على نار هادية، وطبعا ما بنسى بحركها كل شوي. بعد حوالي 3/4 ساعة استوى عندي المكمور. هلا بدي أقدمه، نحطه بأي صحن نحنا بنحبه، ومنزينه بالبقدونس أو أي شي انتو بتحبوه كمان تزينوا فيه. مثل ما شفتوا أكلة سهلة وسريعة التحضير وما بدها أي وقت وما بتكلف، ما فيها لحوم وما فيها كمان زيوت كتير. أكلة صحية وبتنفع للناس اللي عم يعملوا دايت، خاصة للكيتو دايت، وكمان الناس النباتيين اللي ما بحبوا ياكلوا اللحوم. وبتنحط بالبراد ل3-4 أيام ممكن الواحد ياكل منها.
وحتى كمان بتتاكل باردة جنب المخلل. وألف صحة وهنا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس مشان تشوفوا فيديوهاتي القديمة ومشان يصلكم كل جديد. وما تنسوا تشاركوا الفيديوهات اللي عجبتكم مع أصدقائكم. بشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.